عمرك حسيت إن في سر تقيل قوي، سر ممكن يقلب كيانك، يخليك تشك في أقرب الناس ليك؟ أنا عشت الإحساس ده وعشته مع أختي، سندي وظهري اللي لسه من شهرين بس كانت بين إيديا وراحت لربنا. كان نفسي أصدق إنها بتهلوس من تعبها، تعب السرطان اللي نهش جسمها وسابها مجرد روح بتطلع بالبطيء. بس الحقيقة كانت أبشع مليون مرة من أي كابوس ممكن أتخيله. هي قالت لي وهي في آخر لحظاتها كلام خلى قلبي يتوقف، كلام ما كنتش أصدق إن أختي الملاك اللي عرفتها طول عمري ممكن تكون عملته. قالت لي إنها عملت سحر، أيوة سحر الواحدة معرفهاش، مجرد بنت كانت خطيبها بيقارنها بيها. تخيلوا، سحر عشان تطلقها، سحر عشان تدمر حياتها. كنت فاكراها بتهلوس، أختي طيبة حنينة مستحيل تعمل كده. بس اللي شفته بعد موتها، اللي بيجيلي في أحلامي كل ليلة، ده مش تهيؤات، دي حقيقة بتدبح قلبي كل ثانية. أختي في مكان محدش يتمنى يشوفه بتتعذب، وأنا السبب. أنا اللي ما صدقتش وصيتها، أنا اللي ما عملتش اللي قالتهولي، ودلوقتي هي بتدفع الثمن، وأنا بموت بالبطيء. اسمعوا حكايتي، حكاية أختي اللي كانت ملاك اتحولت لشيطان، حكاية ممكن تكون حوالينا كلنا بس بنغمض عينينا عنها. فتحت عينينا دلوقتي وبتمن غالي قوي. زمان، من سنين فاتوا، حوالي 9 أو 10 سنين كده، كانت حياتنا عادية زي أي بيت مصري، بيت دافي مليان حب، ضحك وخناقات بسيطة على السفرة. أنا وأختي هنسميها سلمى، اسمه مستعار عشان نحافظ على خصوصيتها. كنا سند لبعض. سلمى كانت أختي الكبيرة، الروح الطيبة، حنينة بشكل ما يتوصفش، لماحة وذكية، وكانت بتحب الحياة وبتحلم ببيت وعيلة واستقرار. كانت دايماً تقولي نفسي أكون نفسي بيتي يبقى مليان عيال ودوشة. في الفترة دي سلمى كانت مخطوبة لشاب كويس هنسميه أحمد. أحمد كان بيحبها وهي كمان كانت متعلقة بيه، بس زي أي خطوبة كان فيه تقلبات. أحمد كان عنده صديق مقرب ليه، كانت زوجته بنت جميلة ومثقفة هنسميها ريم. أحمد كان بيحكي لسلمى عن ريم، ويمكن كان بيقارنها بيها من غير ما يقصد، مجرد كلام عادي بيتقال بين الخطيب وخطيبته. ريم شاطرة في شغلها، ريم منظمة، ريم عندها كذا. كلام يمكن سلمى كانت بتفسره على إنه نقد أو مقارنة، خصوصاً إنها كانت حساسة جداً وبتحب أحمد لدرجة الجنون. المشاكل بدأت تكبر، الخناقات بقت أكتر، وسلمى بقت تحس إنها مش كفاية، إن في حاجة ناقصاها، إن ريم دي شبح بيطارد خطوبتها. وفجأة من غير مقدمات الخطوبة اتفركشت. سلمى اتدمرت، كانت شايفة إن حياتها خلاص وقفت. الحب اللي عاشته، الأحلام اللي بنت عليها كل حاجة، كل ده نهار قدام عينيها. قعدت فترة طويلة في حالة اكتئاب رهيبة، ما بتردش على حد، ما بتاكلش، ما بتبطلش عياط. أمي كانت هتموت عليها، وأنا كنت بحاول أطبطب عليها بس مفيش فايدة. الأيام عدت وسلمى بدأت تقوم تاني، بس مش زي الأول. كانت في حاجة اتغيرت جواها، بقت قافلة على نفسها أكتر، وأنا كنت بلاحظ إنها بتتصرف تصرفات غريبة أحياناً، بتخرج كتير لوحدها، بتتكلم في التليفون بصوت واطي. بس ما كنتش بشك في أي حاجة، كنت بقول لنفسي دي محتاجة تخرج من اللي هي فيه، محتاجة مساحتها. والمصيبة الأكبر، بعد فركشة الخطوبة دي سلمى ما اتحطتش في أي قصة حب تانية، كأن حياتها وقفت عند اللحظة دي. أي عريس يتقدم لها الموضوع ما يكملش، في حاجة كانت بتحصل تخلي كل حاجة تبوظ في الآخر. كانت بتقولي شكلي منحوسة يا بنتي، ماليش نصيب. الموضوع فضل مستمر سنين طويلة، لغاية ما المرض اللعين دخل حياتنا، سرطان الدم، اللوكيميا. سلمى اللي كانت وردة دبلت قدام عينينا. الكيماوي كان بياخد منها حتة كل يوم، بيتعبها، بيوجعها، وشها دبل، شعرها وقع، عينيها بقت مليانة ألم ويأس. كنا بنموت عليها في اليوم 1000 مرة. في آخر أيامها لما الدكاترة قالوا خلاص السرطان انتشر وما بقاش في أمل، سلمى بصت لي بعينيها اللي كانت بتلمع بالوجع والخوف، وقالت لي كلام لسه بيقطع قلبي لغاية دلوقتي. قالت لي أنا عملت سحر البنت. أيوة، هي نفسها اللي قالتها لي، سحر الريم مرات صاحب أحمد. السحر ده كان عشان تتطلق وتتأذى في حياتها. قالت لي إنها كانت بتجدده كل فترة، وإنها حتى بعد ما ريم اتطلقت
فضلت تجدد السحر عشان حياتها تفضل واقفة، عشان شغلها يبوظ، عشان ما تفرحش في دنيتها. قالت لي إنها ندمت، إنها عايزة تفك السحر ده، وإنها عايزة ريم تسامحها قبل ما تموت. قالت لي إن مكان السحر موجود وإنها مخبياه في حتة معينة. أنا وقتها ما صدقتش، قلت دي بتهلوس من تعبها، من الأدوية اللي بتاخدها. سلمى بتاعتي مستحيل تكون عملت كده، دي أختي طيبة القلب اللي لو لقت قطة في الشارع هتطبطب عليها. إزاي تعمل كده في بني آدمة؟ ما خدتش كلامها على محمل الجد، قلت يا حبيبتي بس عشان تعبانة، وعدتها إني هعمل أي حاجة. بس الحقيقة إني نسيت كلامها بعد ما ماتت. الوجع كان أكبر من أي تفكير تاني. مر شهرين على موت سلمى، والشهرين دول كانوا جحيم. ما كنتش بنام من الكوابيس، كل ليلة بشوف سلمى في أحلام مرعبة بتتعذب بتتحرق، لغاية ما في ليلة الوقفة شفتها في حلم عمري ما هنساه. كانت متعلق لها محاليل، بس اللي بينزل فيها مش دواء، ده جمر من نار بيدخل في شرايينها، وجلدها بيقع ومحدش سامع صريخها. كان في دبلة زي طوق حديد ملفوف حوالين رقبتها، بتخنقها وبتسيح لحمها. شكلها لسه مرسوم في عيني. قمت مفزوعة، صرخت ومعرفتش أنام تاني. من يومها حياتي اتقلبت، ما بقتش عارفة أعيش، ما بقتش عارفة أنام. كل ما أغمض عيني بشوفها. الوضع النفسي بتاعي بقى في انهيار. اضطريت أروح لشيخ، حكيت له الحلم بالتفصيل، قعد يسمعني وهو ساكت. لما خلصت بصلي وقال لي أختك عملت إيه؟ وقتها الكلام اللي سلمى قالتهولي وهي بتموت رجع يتردد في وداني. حكيت له كل حاجة، حكيت له اللي كنت فاكراها هلوسة. الشيخ قال لي بصوت حاسم دي وصية، ووصية واجبة التنفيذ. أختك بتتعذب وعايزاك تنفذي اللي قالتهولك. قال لي لازم أروح أجيب العمل ده. رحت المكان اللي سلمى وصفتهولي وأنا قلبي بينهار من الخوف. لقيت العمل، لقيت ورقة ملفوفة مربوطة بحبل أسود، وريحتها كانت تقشعر البدن. كنت هموت من الرعب، لولا إن كان معايا ناس كنت فعلا وقعت ومت في مكاني. خدت العمل ده للشيخ، فتحه قدامي، لقيت جواه صورة ريم هي وجوزها ودبلتها اللي عليها اسمها واسم جوزها مكتوبين. كان مكتوب عليها كلمة عمرو. الشيخ قال لي السحر ده كان بيعمل مشاكل في حياتها، في شغلها، في علاقاتها. لازم تلاقي البنت دي ولازم توصلي لها وصية أختك إنها تسامحها، وديها للشيخ ده عشان يطهرها من أي أثر للسحر. الموضوع ده صعب قوي عليا. ريم دي معرفش عنها أي حاجة دلوقتي، يمكن شكلها اتغير، يمكن اتجوزت تاني، يمكن غيرت اسمها. بس كلمة أختي اللي بتتعذب وصوتها في وداني وهي بتقولي فكيه خليها تسامحني، ده اللي بيخليني أكمل. مستعدة أبوس إيديها ورجليها، مستعدة أعمل أي حاجة في الدنيا عشان تسامحها، عشان أختي ترتاح في قبرها. يا رب ارحمها وعفو عنها، يا رب خفف عني وعن أمي. إحنا بنموت في اليوم 1000 مرة على وجع قلبنا عليها وعلى اللي حصل. دي كانت وزة شيطان ضيعت حياتها وآخرتها. ادعوا لها بالرحمة يا جماعة، مفيش حد عارف وجع قلبي أنا وأمي عامل إزاي.